وانتهت مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بفوز نادي الزمالك بنتيجة 5-2. سكور زي ما قلنا في حلقة توقعات سيناريو مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية. سيناريو المباراة بكل تفاصيله اتكلمنا عليه، بنطلع قبل كل مباراة بنتوقع سيناريو مجريات المباراة. اتكلمنا ان الزمالك هيفوز بسكور على كهرباء الإسماعيلية، الزمالك عينه على دوري أبطال أفريقيا، الزمالك النهاردة في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة علشان يتساوى مع سيراميكا كليوباترا. لو فاز نادي الزمالك بيها هيكون الفرق ما بينه وما بين سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة فقط لا غير. الزمالك تقدم على بيراميدز اللي كان مرشح أقوى للفوز بالدوري الموسم ده. الزمالك تقدم على النادي اللي صرف مليارات علشان خاطر يهدم نادي الزمالك. النادي ده حاول يدمر نادي الزمالك الموسم الجديد في بداية الموسم، واتكلمنا على الموضوع ده بدل المرة مليون، وقلنا الزمالك هيكون داخل المنافسة في نهاية الموسم. الزمالك متربع على مجموعته في الكونفدرالية في البطولة الأفريقية، والزمالك تاني الدوري المصري برغم سحب أرض أكتوبر، برغم إن مفيش لاعيبة في النادي. الزمالك بيلعب بالناشئين بتوعه، ده بجانب الصفقات بتاعت جون ادوارد اللي هم كانوا بيحاربوه. احنا مش طالعين ندافع عن جون ادوارد ولا ندافع عن مجلس ادارة نادي الزمالك ولا ندافع عن اشخاص، احنا بندافع عن نادي الزمالك فقط لا غير، كيان نادي الزمالك. بالنسبة للفنيات بتاعت المباراة النهاردة، كابتن معتمد جمال بدأ بتشكيلة قلنا هيبدأ منتشر في الملعب بالضغط العالي. التشكيل اللي بدأ بيه ساعده في تنفيذ الخطة بتاعته وفي إدارته للمباريات. لعيبة عندها إمكانيات كورة، شباب صغيرين ما عندهمش الخبرة بس عندهم إمكانيات كورة، جرأتهم في اتخاذ القرار ساعدت كابتن معتمد جمال إن هو يخرج بالنتيجة بتاعت 5-2. الزمالك بدأ بالضغط العالي والانتشار المحترم في الملعب، بدأ يستخلص الكورة من كهرباء الإسماعيلية في بداية المباراة. في نقطة اتكلمنا عليها برضه في حلقة توقعاتنا لسيناريو المباراة، ان احنا قلنا الزمالك هيحاول يستغل كل الفرص اللي بتجيله. اي نعم الزمالك حاول يستغل كل الفرص اللي جات له النهاردة، كانت هتكون نتيجة اكبر من 5-2. بس احنا برضه عندنا غلطات في الملعب، لازم نتكلم على الايجابيات والسلبيات. الايجابيات في لاعيبه محترمه في نادي الزمالك امكانياتها كوره، كابتن معتمد جمال عرف يخرج الامكانيات بتاعت اللعيبه دي ويدوم دفعه معنويه علشان خاطر نشوف خضر النهارده بيعمل اسيست وبيعدي بالكوره، بيستلم في الخط الدفاعي بتاع نادي الزمالك بصدره الكوره كده وينزل بقى على الارض ويبدا يتقدم بالكوره. شفنا محمد ابراهيم النهارده اللي دي ثالث مباراه او رابع مباراه على التوالي بيثبت جدارته ان هو افضل باك يمين في مصر حاليا. ايوه محمد ابراهيم الناشئ الصغير ده حاليا افضل باك يمين في مصر، بيعرف يرفع اوفرات، بيعرف يخرج بالكوره، بيدي افضليه للجناح بتاعه ان هو يتحرك ويعمل كل اللي هو عايزه. والكلام ده شفناه النهارده مع عدي الدباغ. الخضري نفس الكلام، ادى مساحه وادى فرصه لاحمد شريف ان هو يتحرك في منطقة الجناح. احمد شريف النهاردة انا مش هقول مين نجم المباراة لان معظم لعيبة الزمالك النهاردة نجوم المباراة، بس نشوف الغلطات والسلبيات اللي حصلت في المباراة. الغلطات والسلبيات في خط دفاع نادي الزمالك، مين اللعيبة السيئة اللي بوظت شكل نادي الزمالك النهاردة؟ وحط تحت كلمة السيئة دي 100 خط. ايوه السيد أسامة ومحمود حمدي الونش، وبدل المرة مليون بنتكلم على محمود حمدي الونش. محمود حمدي الونش ظلم حسام عبد المجيد لما كان بيلعب معاه في الدفاع، وممكن يكون سبب في تدمير السيد أسامة اللي أنا بصراحة النهاردة شفت منه غلطات ما تدلش إن هو متأسس كورة صح، وإحنا اهتمامنا بالتأسيس الصح. مبروك لنادي الزمالك الفوز بسكور النهارده على كهرباء الإسماعيلية، مبروك لنادي الزمالك المركز الثاني برغم الأزمات والكوارث اللي مر بيها الموسم ده، مبروك للزملكاوي هداف الدوري المصري عدي الدباغ، مبروك لنادي الزمالك أكتر فريق في الموسم الحالي في الدوري المصري أحرز عدد أهداف.